هل ساندوتش الفلافل بتاع ساندوتش حلب ده يستاهل الضجة دي ولا هيطلع أي كلام؟ ده المنيو بتاعهم. سعر ساندوتش الفلافل 50 جنيه، بيبقى فيه 3 حبات فلافل سوري بس، ولو قلت له على الماشي هيزود لك قرص فلافل فوق الساندوتش معاه سن الطحينة مع بقدونس ودبس رمان، وبنفس السعر. الفلافل طعمها كويس بس مش أحسن فلافل سوري دقتها. أنا مش عارف إذا كانوا بيعملوها بحمص سادة ولا بيخلطوا حمص على فول ولا إيه، مش عارف. الساندوتش حجمه متوسط، هيبقى مشبع لأغلب الناس. هو فلافل عليها طحينه ومخلل، والطحينه مش متوزعه كويس، وتقريبا فيه حمص. وساندوتش حلو بس فيه كذا مشكله. اولهم مفيش رمان خالص في السندوتشات زي الريفيوهات، والمشكله الاكبر ان هم مش معوضين ده بدبس رمان كفايه. انا مش ضايق اي طعم دبس رمان واضح في الساندوتش للاسف بيلكم جدا. انا فضلت احط شطه كتير كده عشان يتبلع، وطبعا الحموضه بعد ما تخلص الساندوتش. الخطير عنده بقى هو ساندوتش البطاطس، كان روعه. بطاطس مقليه في عيش صاج عليها توميه وكاتشب، كانت البطاطس سخنه في ساندوتش جامد وافضل من الفلافل بكتير. طلبت كمان ساندوتش مسقعه في عيش شامي، مسقعه حلوه بس ساندوتش صغير وسعره غالي. ده ساندوتش لبنه بنفس السعر بس طعمه غريب جدا. اول مره ادوق لبنه بالطعم كده، كان طعمه حامض بزياده جدا. انا جربت انواع لبنه كتير، فخلينا نقول ان هي ما عجبتنيش وخلاص، وانا رجعت الساندوتش. بس دي تجربه ساندوتش حلب. سلام.